السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية كده بطلب منكم يا ريت تشجعوني وتعملوا لي لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش. ويلا بينا نبدأ كده الفيديو. ده لمحب الشعر الطويل اللي بتحلم بشعرها يكون طويل وتقيل جدا جدا ولامع ويطول 10 سنتي في الشهر ويوصل لسمانة رجلها. تتابع معايا الفيديو للآخر ويلا بينا. الحقيقة الوصفة دي حلوة جدا جدا عن تجربة، يعني شفتها قدام عيني ومجربة مع أكتر من حد، ويعني كذا نوع شعر كمان، وهي منتشرة جدا جدا على اليوتيوب اليومين دول، ونتائجها معروفة جدا للناس اللي بتهتم بالموضوع ده، اللي هو يعني العناية بالشعر والبشرة وهكذا. يعني الحقيقة الوصفة دي مشروحة على قنوات كتير جدا، وهي في الأصل أصلا وصفة هندية، والهنود مشهورين طبعا باستخدامهم لمية الرز وبشعرهم الطويل والتقيل جدا ما شاء الله اللهم بارك. هما والباكستانيين يعني شفت لهم كذا فيديوهات كتير جدا، يعني الواحدة منهم شعرها جنبها اللهم بارك يعني كده على الأرض. الفيديوهات دي بقى مشهورة قوي قوي على اليوتيوب بأكتر من طريقة، ولكن أنا حبيت أنقل لكم أأمن طريقة وأخف طريقة على فروة الراس، وهي طريقة دكتورة صيدلانية نصحت بيها، وانا حبيتها جدا جدا الطريقة دي لانها سهلة وبسيطة. وهي انك تنقعي مقدار رز على مقدارين مية، يعني لو كوباية رز تحطي عليهم كوبايتين مية. تمام. يستحب طبعا ان هي تكون مية معدنية او من الفلتر، بس لو مش متاح مش مشكلة، يعني اي مية من الحنفية مش مشكلة. اوكي. انا طبعا كده غسلت الرز، اغسليه مرتين 3 كده. تمام. صفيه بقى من مية الغسيل بتاعته، ويكون عندك برطمان نضيف كده. انا خلاص غسلت الرز وهحطه في البرطمان، هسيبه بقى 24 ساعة، لازم تسيبيه 24 ساعة. لو في الصيف حطيه في التلاجة، احنا في الشتاء حطيه بره عادي مفيش مشكلة، مش هيجراله حاجة. بعدها نصفي الرز وناخد المية بتاعته وتستخدميها على الفروة بس، وتسيبيها على الشعر 20 دقيقة او نص ساعة او ساعة بالكتير، يعني ماكسيموم هي ساعة بلاش اكتر من كده. وخليها تكون قبل الشاور، علشان احنا بقى في الشتاء وكده فايه هنكسل نغسلها بقى كل شوية. تمام. فخليها قبل كل مرة تاخدي فيها شاور حطيها على شعرك وهي تلت ساعة، وخدي الشاور بتاعك عادي يعني، وبتغسليها بالمية الاول كويس وبعد كده بالشامبو عادي. نسيت اقولك حاجة، يستحب طبعا تلبسي بونيه او كيس وفوقيه طرحة بحيث تدفي فروة الراس وتفتحي المسام علشان يستفاد بكل كمية الرز اللي انت حطيتيها. ويا سلام بقى لو كاب حراري يا سيدي على الدلع، يبقى 20 دقيقة بس، وتغسلي شعرك بمية فترة مش سخنة قوي ولا ساقعة قوي. تمام. حاجة بقى مهمة جدا جدا عايزة اقولها، وهي انك تحاولي ترطبي شعرك بعد ما تغسليه بزيت جوز الهند او زيت اللوز الحلو او اي مرطب بقى انت بتستخدمي لشعرك. المهم بقى ترطبيه بعد مية الرز على طول. ليه بقى؟ لان مية الرز بتنشف الشعر شوية، وده عيبها الوحيد، لكن نقدر نعالجه باننا نرطب شعرنا ونستخدم مثلا ايه، لو هندهن زيت ندهنه والشعر مبلول او مندي شوية. الوصفة دي بجد بجد احسن واشهر وارخص وصفة لتطويل الشعر، جربيها ومش هتندمي ان شاء الله، وامانة اللي تلاقي نتيجة ترضيها من الوصفة دي تدعيلي دعوة حلوة كده، واللي ما لقيتش تدعيلي برضه تدعيش على ايه. لكن والله هتلاقي نتيجة، والله بجد هتلاقي نتيجة مبهرة جدا من أول أسبوع. وهي مش بس بتطول، لا بس هي كمان بتقل الشعر جدا وبتملى فراغات وبتقلل التساقط، ومع بعض الناس بتعالج التساقط جدا تماما يعني. كمان بتخلي الشعر لامع جدا وبتديله شكل صحي. بس كده وكده خلصت الفيديو، واتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تشجعوني بلايك كده جميل، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد اللي جاي ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا شير كتير كتير، واهم حاجة سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم.